عارف لما يكون حد ميت لك وانت رايح تلعب حجز كوره، بتبقى نازل مش فارق معاك حاجه، مكسب او خساره مش فارقه، المهم ان الماتش يخلص يبقى عملت اللي عليك. حتى لو كملت ودخل فيك جون في اول الماتش بتكون دي النهايه بالنسبه لك. هتستسلم للامر الواقع وهتتقبل الخساره عشان انت عندك حاله من الحزن مسيطره عليك. اما لو كنت كسبت فكان هيبقى الزمالك اللي عنده مشاكل الدنيا ولاعيبه محبوسه وغرامات قدر يكسب النادي الاهلي في عز سيطرته وهيمنته على القاره الافريقيه. كنت هتدخل النادي الاهلي في دوامه كبيره مش هتخلص، كانت هتبقى ضربه قويه من بعد خساره السوبر الافريقي بطولتين ورا بعض وانت في عز انكسارك والاهلي في عز هيمنته. هتبقى حاجه مش طبيعيه ما حصلتش قبل كده. في جماهير الاهلي تحمد ربنا انها خرجت ببطوله غريبه وعجيبه من اولها لاخرها مشاكل. وكعادة الكرة المصرية الحاجات اللي بتبقى بره الملعب بتكون أكثر إثارة من الحاجات اللي جوه الملعب. بس خلينا نتكلم بصراحة شوية، ماتش النهاردة كان هيروح في سكة مختلفة تماما لو كان حسين الشحات مركز في أول ربع ساعة. جوميز بدأ المباراة بأسوأ طريقة ممكنة، والاهلي عمل اللي ما عملوش في 3 ماتشات اللي فاتوا. عمل ضغط عالي من اول الماتش واستحواذ تام نتج عنه انفرادين وكورتين في العارضه. الاهلي قدم افضل شوط لعبه من فتره طويله كضغط عالي واستحواذ على الكره. في اعتقادي ان نجم الشوط الاول في الزمالك كان عواد، اللي شال انفرادين واتصديات محدش يتخيلها من عواد. كان خارق في الماتش ده بكميه الانفرادات اللي شالها. من بدايه الماتش لو كان الاهلي سجل الفاضل الاول كنت قلت على الزمالك شكرا، الماتش ده بسكور. دفاع الزمالك كان مخترق بسهوله، ودي النقطه لو كان الاهلي استغلها كان هيقدر يعمل اكتر من انفراد بالمرمى ويسجل اكتر من هدف. طب انت عارف لو كان الاهلي سجل من اول مباراه عن طريق انفراد الشحات كانت هتبقى هدف انهيار الزمالك، لان نفسيه لعيبه الزمالك كانت هتك. لو دخل فيها جون كان هيبقى انهيار كامل للزمالك، وكان بعدها الماتش هيفتح وهتخلص على الاقل 3-0 في الشوط الاول. ولكن القدر سند الزمالك في الشوط الاول وقدر يخرج بتعادل، وكان المكسب بالنسبه له انه يخرج بالتعادل من الشوط الاول. الزمالك ما اداش زي ما كان متوقع بسبب حاجات كتير افقدوا تركيزه، منها اللعيبه اللي كانت محبوسه، وزعل وحزن لعيبه الزمالك على زمايلهم. نفس البدايه القويه في اول ربع ساعه من لعيبه الاهلي من الشوط الثاني، وما زال دفاع الزمالك تايه ومخترق. اول مره اشوف الزمالك مع جوميز بالعشوائيه دي، مفيش نص ملعب بيضغط. نص ملعب الاهلي بيلعب باريحيه كبيره في غياب دونجا اللي مأثر في خط الوسط. ما كانش فيه زياده عدديه في نص الملعب، دونجا كمجهود كان بياخد نص الملعب رايح جاي. الزمالك من الدقيقه 60 بدا يعيد تركيزه تاني ووقف على رجليه وبدا يستحوذ على الكره ويخلق هجمات خطيره. والسبب الرئيسي لسيطره الزمالك تركيز اللعيبه، اما حسوا ان هم ممكن يكسبوا عادي وهم في اسوأ الظروف. والحاجه التانيه الاجهاد والجانب البدني للاعيب الاهلي بسبب الضغط العالي اللي كانوا بيمارسوه لاعبي الاهلي في الشوط الاول. في اول ربع ساعه من الشوط الثاني نزل الاهلي بنفس الشغف والضغط، بس كان خلاص الطاقه اللي عند لعيبه الاهلي انتهت، وكان كولر لازم يعمل تبديلاته. السلاح الرئيسي للنادي الاهلي كانت الكرات الطوليه، هي دي اللي كان بيقدر يخلق منها الخطوره عن طريق الكرات الطوليه في العمق او الجانب الايسر اللي كان فيه اللاعب بنتايك، واللي كان مشكلته الوحيده في رجوعه عشان يدافع في الهجمات المرتده. لكن كجناح كان بيقدم وبيعمل عرضيات 10 على 10، بس عدم رجوعه كان بيعمل فراغ كبير في الدفاع اللي كان بيغطيه حسام عبد الجيد، اللي بعتبره من افضل اللعيبه عند الزمالك. قدم مباراه ممتازه، والواحد ما كانش متخيل ان حسام يوصل للمستوى ده في مباراه كبيره زي دي. كان بيلعب باحترافيه كبيره. الزمالك قدم شوط تاني ممتاز، ودي النقطه اللي تشفع لجوميز من خساره البطوله. وعلى جانب النادي الاهلي اللعيبه قدمت مباراه فوق الممتازه، من دفاع صلب وتألق ياسر ابراهيم وخط الوسط اللي بيقوده مروان عطيه وكوكا، وكانوا عقبه للزمالك في خط الوسط. لعيبه الاهلي كانوا كلهم فايقين ومركزين وقدروا يقدموا شوط اول كان ممكن يخرجوا بسكور لولا القائم وعواد هم اللي انقذوا الموقف. ولكن في الشوط الثاني جوميز قدم شوط تكتيكي رائع وقدر يعمل خطوره للزمالك عن طريق الهجمات المرتده المعتمده على مهاره ناصر ماهر في الخروج بالكوره والكرات الطوليه من عبد الله السعيد، وسرعه زيزو في الانطلاقات. خروج طاهر خفف الضغط على دفاع الزمالك، ومع خروج كوكا ونزول السوليه ادى لعيبه الزمالك اريحيه كبيره في خط الوسط. الزمالك قدر ان هو يخرج بالكره ويعمل هجمات خطيره على المرمى، وبدات اسطره الزمالك في اخر نص ساعه من الشوط الثاني، وكان ممكن ينهيها سيف الجزيري في الدقيقه 83 بانفراد بالمرمى وهو فاضي ولكن ضيعها. ويبدا الوقت الاضافي ولاعبي الفرقتين خلصوا كل اللي عندهم، وبنحصر اللعب في وسط الملعب وبتنتهي الشوطين بالتعادل وتروح لضربات الجزاء. ومع اخر ضربه جزاء للزمالك اللي كانت ممكن تغير حاجات كتير قوي، يدخل شيكابالا عشان يشوطها وينسب المكسب لنفسه. ولكن كرة القدم مش بتنعاني، يوم ليك ويوم عليك يا عم شيكابالا. جماهير الاهلي بقت بتتفائل بنزولك، كل ما تنزل يكسبوا حتى لو جبت جون برضه متفائلين. كفايه كده، خليك على الخط حماس وروح وساعد اللعيبه انها تخرج افضل ما عندها. انت عندك 40 سنه دلوقتي. في النهايه مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي الزمالك. ان شاء الله البطوله الجايه نلعبها على ارضنا، ويكون اللي حصل ده درس لكل لعيبه الاهلي والزمالك، ونقدر نغير من نفسنا ونحترم ونقدر قانون اي مكان بنلعب فيه. وان شاء الله ازمه الزمالك تعدي على خير ويرجع اللعيبه المحتجزين.